نفس التغييرات في كل ماتش، شلبي ثم ناصر ماهر. حتى لو هو عامل الماتش كله مش مشكله، برضو انت بتطلع هو نفس اللاعب، هم نفس اللعيبه، بتغير نفس التغييرات، مفيش فرق. ماتش بيراميدز هو ماتش الاهلي، هو كل ماتش نفس اللعيبه هي اللي بتتغير كل ماتش. كمال زياد قانونا اللاعب ده ما ينفعش يلعب مع الزمالك، لان كده الزمالك بيلعب ب 13 لاعب. اللاعب ده بيعمل 3 مراكز في نفس الوقت، بيرجع في الدفاع، بيلعب ديفندر وبيلعب ارتكل. الواد بيجري جري ما حصلش، بتطلعه ليه؟ الواد ده هيكون تامر عبد الحميد التاني في الجري. الواد بيجري كتير، بيقطع كويس جدا، بيضغط بشكل كويس جدا، بينسجم مع الخطة كويس جدا. بتطلعه ليه؟ يعني عند حضرتك يا عبد الله السعيد، بص حضرتك كده على بقه هتلاقي فاتح بقه. انا لعبت كورة، واحنا عندنا في الكورة ان اللاعب المدرب اما بيشوف اللاعب فاتح بقه، عارف ان اللاعب ده خلاص نفسه ايه، قطع. ليه؟ لانه مش قادر ياخد نفسه من مناخيره، ففتح بقه على اخره عشان ياخد اكبر نسبه من الاكسجين. ما هو خلاص إيه، اللاعب طالع بقه مقفول اهو عادي خالص، وشكله ما مش نهجان ولا حاجه، ما تعبش. كان بيشيل لي 3 مرات. دلوقتي حضرتك سحبته وسبت عبد الله، وكمان نزلت شيكابالا، بقى عندك 2 40 سنه، 2 عمرهم 40 سنه في الملعب. حلو، يعني عمرهم لوحدهم بقد عمر بقيه الفرقه لو على بعضها كده. ولذلك بعد ما حضرتك طلعت ناصر وكمال زياد، انت بتفقد الكوره بعد ما كنت واخد مستحوذ على الكوره في الوقت ده. في اخر تلت ساعه انت بتفقد الكوره، في بعد ما بعد التغييرين دول انت بتفقد الكوره. مش بس كده، انت كنت ضاغط، مش عارف البيراميدز كانش عارف يلعب منك كوره في التلت ساعه قبل التغييرين دول بتلت ساعه. بيراميدز ما كانش عارف يلعب كوره ولا عارف يوصل كوره حتى لقدام. الضغط بتاعك من اول الجزيري بزيزو باللعيبه، وكان القشاش بتاعك زياد. اللاعب ده كان هو القشاش اللي كل كرة طويلة بيروح لها وبياخدها قبل لاعب الخصم. بتطلعه وبتسيب عبد الله، وبتنزل كمان شيكابالا، وبناء عليه الكرة بتبقى مع الخصم. وميز انت الحاجة اللي عملتها ساعة ما جيت، هو انك ان انت بتخلي الزمالك دايما هو اللي معاك كورة، حتى لو مش بيلعب ايجابي على الجون، بس هو الكرة تحت رجله. هو الزمالك لو لعب اي فرقه الكره بتبقى في رجل الزمالك. في ماتش الاهلي الكره في رجل الزمالك في كل ماتش، لكن الماتش ده انت بتفقد الكره بسبب تغييرات عبيطه. عبد الله السعيد انا يعني انا مش بافور لو قلت ان انت احسن لاعب في مصر كنت وما زلت. انت 40 سنه وبتلعب كانك 20 سنه. تلتين اسيستات الزمالك انت، الهات وخد والاستحواذ اللي بيعمله الزمالك انت، ضغط ولعب ورجوله وحرفنه انت. يعني في لاعب تلاقي زي الجمعه يلعب بروح برجوله، لكن مفيش حرفنه. في لاعب يلعب بحرفنه بس ما فيهوش رجوله، تحس ما بيلتحمش كتير، زي مثلا حازم امام. مش هنقول ما فيهوش رجوله، يعني التحامات حازم امام برضه عامل تاكلينجات لكن ايه، في لاعب يبقى عنده المهاره بس تلاقيه ما بيلتحمش انت فاهم، مش ما بيعملش، ما بيلعبش بدني كويس في الملعب. لكن انت مهاره ورجوله مع بعض، زي احمد فتحي كده. احمد فتحي مش هقول لك اللي هو الطب في المهاره، بس هو لاعب بيعمل ده وده. انت بصراحة 40 سنة، يعني حمار مين اللي ما ياخدكش معاه في اي فرقة منتخب حتى لو هيقعدك دكة. انت لعيب بصراحة ما تقعدش لأي لاعب. ولذلك جوميز الاجنبي اللي ما بيهموش سن ولا كلام الناس ولا عجز ولا بطل ولا كلام الجماهير المضاده اللي بتبقى عايزه تنتقم من اللاعب عشان ساب ناديها ومشي والكلام ده. لا، جوميز المدرب الاجنبي مقتنع بيك ان انت لاعب اساسي في التشكيله الاساسيه بتاعته. انت 40 سنه وبيلعبك 90 دقيقه كامله. ده مش ماتش، ده كل ماتش بيطلع الشباب وبيسيبك انت. ده معناه ان انت ليك دور كبير جدا في الملعب، ومجهودك بتعرف تستخدمه كويس. حتى لو قل لو قل بدنيا، فانت بتعرف تستخدم مجهودك ده وتوزعه كويس. انت لاعب ما شاء الله عليك. انت 40 سنة، انت عمرك من عمر شيكابالا تقريبا او اكبر بسنة، لكن انت بتلعب 90 دقيقة. شيكابالا حالا لو نزل بينزل 10 دقايق. انت ما شاء الله عليك يا عبد الله. ناصر منسي
انا من الناس اللي مش عشان ساعة انسى، يعني انسى طول الشهر يعني ولا طول السنة. انا مقتنع ان ناصر منسي مش اللاعب اللي يلعب في الزمالك يا جماعة، مش عشان جاب جون في ماتش مهم خلاص اطير بيه واطلعه السما واقول مش عارف واخد فيه المقلب. حتى الماتش اللي هو جاب فيه الجون وكان ماتش حياته، حتى الماتش ده هو جاب جون ومنع جونين 3 للزمالك. كرة تتشط يكون هو اللي واقف قدام المرمى، كرة تجيله جوه المنطقة يستلم غلط وتطول منه ما يعرفش يعليها منه مش عارف ليه. مش اللاعب مش المهم، مش حتى مش زي الجزيري في الضغط بيعرف، مش يعني حتى الجون اللي جابه في ماتش الاهلي هو مش جون، ما انت مش جايب جون، مش واخدها من الجون للجون، يعني انت مش جايب جون فردي ومرقصت الفرقه كلها ما عمل يعني. الجون مش انت اللي جايبه لوحدك، مش مهاجم ضغطت على مدافع وغلطته وهوب جبت ضربة جزاء، ولا جبت جون لوحدك، ولا عرفت تغلط مدافع وجبتها جون. لا بنتايك. احب يعني ابشرك يا ابني ان انت هتتآفت عليك كل الانديه العربيه، وده معناه للاسف ان انت بعد ما تخلص عقدك مع الزمالك هتروح تلعب في الخليج عند الانديه اللي معاها فلوس بالهبل زي شويلة الرز، زيك زي بن شرقي وساسي اوباما. انت يا ابني محترم وما سمعناش صوت طول فترتك في الزمالك، رغم ان انت من يوم ما جيت الزمالك وانا شايف ان انت لعيب جامد جدا، انت لعيب تكتيك عالي جدا، وانت الجندي المجهول. يا جماعة لاحظوا ان اوباما ده انا مش عارف اولا هو مشي ليه من الزمالك. اوباما ده لاحظ ان كل اهداف اوباما هي اهداف في الماتشات الصعبة، لما اللعيبة كلها تبقى متكتفة مش عارفة تعمل حاجة ولا حد عارف يخطف جون، تلاقي اوباما جايب هو اللي طالع جايب لك الجون في الماتش الصعب. الماتش المقفول. الماتشات الصعبة هي الماتشات اللي تلاقي اللعيبة فيها متكتفة ما حدش عارف يخطف جون ولا بتاع، تلاقي اوباما طالع يجيب لك جون صعب في ماتش صعب، بتدعي يبقى في جون حتى لو بخطأ تحكيمي. اوباما هو اللاعب اللي بيستخدمه اي مدرب في اي وضع دفاعي هجومي، بيلعب صح وحريف. اوباما بالنسبه لي ما يقلش عن شيكابالا حاجه بالنسبه للزمالك، لان اوباما في الفتره اللي جه فيها اوباما مع الزمالك فاضل هو اللاعب الوحيد اللي في الزمالك اللي بيفرح الفرقه، هو الوحيد اللي بيلعب بيجيب جون بيعمل. كان اوباما زيه زي لعيبه كتير، انا مش عارف هم مشيوا من الزمالك ليه. انت فعلا بتثبت انت بتحب الزمالك، وجمهور الزمالك ما مش هينساك، وزي ما انت شايف. بالنسبة الهدف اللي في بلس 90 الهدف جميل جدا، واوباما يستحق التسقيف عليه حتى لو الهدف مش صحيح. لكن انا بالنسبة لي الاهداف اللي ما فيهاش اعتراض من الفرقتين هي اهداف زي ضربة جزاء اكرم توفيق، دي مش ضربة جزاء لان ما حدش اصلا طلب بضربة جزاء. نفس القصة انت واقف صح، انت فريق الزمالك لازم يعني تتعلم من اخطاء. انت ما لعبتش على مصيدة التسلل عشان تطلب بتسلل، انت مش الفرقة، مش خط الدفاع طلع وساب المهاجمين لوحدهم فعمل لك مصاد. لا هو بيلعب عادي. الفار حسب لك تسلل، هل هي صحيحة او مش صحيحة مش بتاعتنا ومش محتاجين نتكلم فيها، كل واحد ورأيه. لكن هو خطأ دفاعي عند الزمالك، واوباما لعبها بشكل كويس جدا وخدمته وراحت في البعيدة وجون. الدفاع الزمالك يصحى لدي بعد كده عشان هو ما لعبش على تسلل ولا حاجة، ده هدية من الحكم. شكرا.